في العذرية على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية. ورد رئيس هيئة القضاء العسكري إن حكم المحكمة النهاردة ليس له محل من التنفيذ، وإنه لا يوجد أصلا قرار بيقضي بالكشف عن العذرية، ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية. هنقرب من هذا الملف بتفاصيله كاملة، بس نتابع الأول تغطية عماد البطراوي. لقيتها بتقول لي نامي عشان البيه هيكشف عليكي. البيه ده لابس زيتي. قلعت البنطلون وارفع رجليكي. طب انا يعني هيكشف عليا الراجل، يعني انا اتعرضت قدامهم، كان فرح بقى بيتفرج عليا كميه ظباط وعساكر. قلت له طب بعد اذنك بس الكميه دي تقل. ابتدى يكهربني في بطني وشيته الفاظ مقززه، في الاخر استسلمت. طب ده لو دكتور هيقعد يجي 5 دقايق بيكشف على ايه؟ يعني انا بجد في اليوم ده تمنيت الموت. يعني انا والله كنت قعدت اقول لنفسي يعني الناس بتجي لها سكته قلبيه، انا ليه ما يجيليش سكته قلبيه واموت زي الناس اللي بتموت دي؟ سميرة إبراهيم 25 سنة، ابنة محافظة سوهاج، حضرت اليوم إلى مجلس الدولة بمعنويات مرتفعة لحضور القضية الخاصة بالدعوة التي أقامتها ضد المجلس العسكري بعد احتجازها وإجراء كشف عذرية عليها في تظاهرة 9 مارس الماضي. جلست في قاعة المحكمة في انتظار سماع أخبار سارة لتخرج ومعها حكما من القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية على الفتيات المصريات المحتجزات. وقضت المحكمة بقبول الدعوة التي أقامتها سميرة، وألزمت كل من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة العسكرية بمصروفات الدعوة. كمل طبعا رأيي في الحكم، دي خطوة أولى وكسبتها، وإن شاء الله هكمل في خطوات اللي جاية إن شاء الله هكسبها على التحرير. كان عدد كبير من المواطنين والشخصيات العامة قد توافد منذ الساعات الأولى من الصباح للتضامن مع سميرة وقضيتها، مرددين هتافات لرفض ما حدث معها. ارفعي راسك ارفعي راسك ارفعي راسك ارفعي راسك، انتي أشرف من ذاتك. شايفة إنه أي بني آدم عنده شوية إنسانية وشوية رحمة وشوية دم، المفروض انه لما يسمع ان في بنت مصريه اتكشف عليها بالعافيه على عذريتها لازم يبقى واقف معانا النهارده علشان يدافع عن بنات مصر وعن كرامه مصر. انا اتمنى ان سميره تاخد حقها، لان لو سميره خدت حقها كل نساء مصر تبقى بتاخد حقها في نفس الوقت اللي سميره بتاخد فيه حقها. بقول لوالد سميره ابراهيم الراجل الصعيدي، رجاله كتير وامهات كتير ما كانوش يعملوا زيك وكانوا يكفوا على الخبر مجور. لا نرضى بأن ينتهك عرضها مسلمة أو غير مسلمة. بنبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، من الممكن أن نبذل حياتنا في سبيل نصرة المظلوم. يا سميرة يا سميرة يا سميرة يا سميرة، أنتِ أشرف يا سميرة. خرجت سميرة إبراهيم بواحدة من أغرب القضايا المطروحة أمام القضاء المصري الآن، ومن المتوقع أن تشغل القضية الرأي العام المصري حتى صدور حكم نهائي لها. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.